حد بيسألني دلوقتي لو انا عايز اتجوز على زوجتي اقول لها ولا ما اقولهاش؟ طب انا عايزه اقول لكم على حاجه. هو انت لو خبيت دلوقتي هو الموضوع مش هيتعرف؟ ولا انت عايز تتجوزها شويه وتسيبها وتمشي؟ بس انت آه، طالما بعتلي وبتسألني على السؤال ده، يبقى اكيد انت خلاص الموضوع في دماغك وانت خلاص اخدت قرارك، بس قلقان ما بين وما بين لا. هو دلوقتي يا جماعة احنا مهما خبينا عن موضوع في حياتنا بيبان، لان ده زواج، هتروح وتيجي عليها وهتنزلوا مع بعض، فاكيد ناس كتير هتشوفك. ولو انت مخبي عن مراتك النهاردة بكرة هي هتعرف. طب ما من الافضل ان انت تصارحها. لو انت شايف ان الغلط من عندك او من عندها، واجهها، اقعد معاها واجهها بغلطها وقول لها ان انا خلاص هتزوج، وشوف رد فعلها ايه. لان انت لو خبيت النهارده بعد كده الموضوع هيتعرف وهيبقى فيه مشاكل آه، كبيره. وكمان انت لما هتيجي تتزوجها بص لقدام، ما تبصش تحت رجليك. ولنفرض ان مثلا الزوجه التانيه ديت حصل حمل وطلبت منك ان لازم انت تنشر بقى الجواز ولازم الدنيا كلها تعرف، فاجلا ام عاجلا الكل هيعرف. انا بخاطب بقى مش الحد المعين اللي هو بعت لي ده، لا انا بخاطب على العموم بقى الجميع، لان اكيد ده مش فكرتك لوحدك، دي افكار يعني رجاله كتير ان هم مثلا عايزين يتزوجوا باخرى على زوجاتهم علشان ما خربش البيت وعشان خاطر الاولاد. انا معاك في دي. ان انت مثلا يعني ممكن تكون مفتقد حاجه في بيتك، وعايز تدور على سعادتك بره بدون ان انت تخرب بيتك والكلام ده كله. انا مقدره الكلام ده كله، وانت برضه على فكره تحترم على كده ان انت برضه بتحترم بيت الزوجيه واولادك، بس خلي بالك انت كده هتظلم طرف من الاطراف، وربنا ما قالش كده. هو ربنا قال لكم مثنى وثلاث ورباع. كملوا انتوا بقى. وان خفتم فواحد. يعني انت لو ما عدلتش فانت طبعا يعني هيبقى صعب ان انت تعدل طبعا، لان زوجتك الاولى مش هتبقى واحده. انا سوري والله، انا اسفه على على اللي بيذيع بره ده، فجاه كده بيطلع لي، مش عارفه هو عارف ميعاد اللايف بتاعي ولا البث بتاعي. بص ليه طالع لي كده؟ طب هعمل ايه يا جماعه؟ والله ما عارفه هو بيبيع ايه اصلا. هو ماسك الميكروفون ده فرحان بيه، عايز يلم بيه الناس عليه وخلاص. تبقى مش عارف هو اصلا بيبيع ايه. او ممكن في الاخر تطلع تلاقي حاجات غريبه كده على العربيه. بس ماشي، ربنا يسهل للجميع يا رب. ف والله شتت لي افكاري بجد. انا كنت بتكلم في ايه؟ فيعني انت مش هتعدل ما بينهم، في طرف كده هيتظلم. انت هتروح اخر الليل لازم تنام طبعا مع زوجتك وفي بيتك وفي وسط اولادك علشان الزوجه الاولى ما تعرفش، بس هيبقى قلبك ومشاعرك مع التانية. انت كده ظلمتها، ظلمت زوجتك ام عيالك. والتانية برضو هتبقى مقصر في حقها علشان الاولى ما تعرفش، فكده في طرف هيتظلم. كده مش صح. والله لو قعدت فكرت فيها يا جماعة مش صح. الصح ان انا اقعد واقول من غير ما اخرب البيت. لو زوجتك بقى ايه يعني تتقبل الموضوع بعقلانية كده شوية، وتحاول توصل لها المعلومة اللي في دماغك ان مثلا ان انت مش بتتجوز عليها عشان هي مش عاجباك. قول لها على احتياجاتك اللي ناقصاك، اللي مخليه السبب من الاسباب ان انت رايح تتجوز عليها. خليك صريح معاها. صدقني ده افضل بكتير. بيقول لك يعني الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد. من دلوقتي كده من اولها كده، علشان ما تلاقيش نفسك انت اتحطيت في حاجات مش بتاعتك. ده عموما بقى، انا بتكلم على العموم. وطبعا كل واحد فيه عقل، بس لما نستشيروا بعض يا جماعة دي حاجة كويسة. بس المهم تستشير مين؟
وفي انه توقيت. لان انت ممكن تستشير حد، يا سيدي واحد صاحبك، يا سيدي لا روح اتجوز بقى وعيش حياتك بقى. انت لازم تقول لها، وحاول ان انت ما تحسسهاش بالكلام ده كله. ده بيرميك في التهلكه، والله بيرميك في التهلكه. لان هو عارف، وممكن هو اللي يجي عليه يوم من الايام يفتن عليك. فخليك صريح مع نفسك، وخليك صريح مع اللي معاك، عشان انت ترتاح. انت بتتجوز تاني ليه؟ علشان مفتقد شيء معين وبتدور عليه عشان انت ترتاح. انت كده بتجيب لنفسك المشاكل مش الراحه.